ورجعنا تاني لفنجان القهوة اللي في بداية الفيديو علشان النهاردة يوم مميز جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بألف خير وبصحة يا رب وسعادة وفي أحسن الأحوال. النهاردة خارجين وهيبقى يوم خفيف كده ولطيف وإن شاء الله يعجبكم. هنعمل أكلة سريعة كده على الماشي، وهي أكيد عرفتوا هي ايه، مكرونة بشاميل. وقبل اي حاجة ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو بتاعكم اللي دايما بيحمسني في كل فيديو، ولو مش مشتركة في القناة اتمنى تشتركي في القناة ودايما نكبر ونزيد مع بعض. اوعوا تنسوا ها. من ساعة ما ربنا كرمني يعني وربنا رزقني بأولاد وكده، من وانا حامل ما كنتش بستحمل اي حاجة دسمة وتقيلة، فبقيت بخليها نصها حليب ونصها مية او مرقة علشان اعرف اتقبلها. يعني من وقتها وانا اي حاجة تقيلة ودسمة عكس عادتي يعني ما اقدرش اكلها. ما علينا. وبما ان المكرونة بالبشاميل طرقها وخطواتها سهلة وبسيطة والكل عارف يعملها، وكمان بنعلي على بعض فيها، فمش هنتكلم عنها النهاردة، هنتكلم على الأماكن اللي هنروح كذا مكان. عايزة أقول لكم اللي ما يعرفش أنا منين، أنا عايزاه يخمن في الكومنتات أنا منين، يعني من أي بلد، وتبقوا شاطرين لو عرفتوا أنا منين. وهاخدكم معايا وسط الطريق كمان، واحنا يعني في العربية كده هتشوفوا ونشوف هنعرف مين اللي بيعرف البلاد يعني، أو إيه المعالم اللي بتعلم أي بلد، اللي هي الأماكن اللي معروفة فيها، وهتعرفوا قد إيه إن المكان حلو يعني ولذيذ. مش عايزة أنا شوية كده وهقول اسم البلد، فأنا مش عايزة أقول. أنا يا جماعة من ضمن الناس اللي بتعشق المكرونة بشاميل، غرقانة بشاميل يعني، بحبها سايحة كده ونايحة ومن أحلى المكرونات البشاميل اللي بتبقى بالسمنة البلدي، طبعا بتبقى حلوة جدا يعني، ممكن أساسا ما نحتاجش نحط لها أي حاجات كده اللي هي ايه خزعبلات اللي بيطلعوا فيها كل شوية، ولا جبن بقى ولا أي حاجة. ما علينا. الأماكن اللي هاخدكوا فيها النهاردة مكانين. مكان عايزاكوا أول حاجة تخمنوا أنا منين، البلد اللي أنا فيها واللي أنا عايشة فيها أنا منين، واللي يعرف أو اللي عارفني لو سمحت ما يقولش. عايزة أعرف الناس اللي بتتابعني عرفوا أنا منين ولا لأ. في مكانين، مكان عايزاكوا تخمنوا أنا موجودة في المكان ده ليه، يعني أول ما هيجي هقول لكم عليه. هاخدكوا كده جولة في يوم لذيذ وحلو، بما ان كمان الجو بالليل بدأ يبقى فيه لسعة هوا كده، وانا معايا ولادي صغيرين فبقيت بلبسهم لبس خريفي شوية مش صيفي، عشان بخاف من البرد والهوا يا جماعة ممكن يخلي الأولاد الصغيرين يبردوا، فدايما بعمل حسابي يعني على اللبس التقيل وكده، قطع زيادة كتير. وعايزة أعرف كمان منكم هل في حد زيي ولا لأ. أنا ولادي طبعا عندهم 3 سنين إلا 4 شهور، فابني بدأت أستغرب في حاجات يعني، أو بدأت أكتشف في حاجات مكنتش أعرفها، إنه عنده رهبة يعني من الأماكن اللي فيها أصوات عالية، زي لو كنا في فرح مثلا، أو في أنوار كتير بشكل يعني صاخب قوي، بيزعجوا الحاجة دي كمان، وبتخليه ممكن ما يقعدش في المكان، وده بالفعل حصل. وحاجة كمان إنه كمان بيتعب من المشاوير الطويلة، مش عارفة، حاسة ان الوضع صعب عليا جدا، حاسة ان انا ممكن اتحبس في البيت فترة طويلة لغاية ما يبدأ يتعود على كده. ده اول مكان. عايزاكم تخمنوا انا هنا ليه. بحب على فكرة الفيو هنا جدا. هنا بقى دي يعني ده المكان، او اثناء ما احنا سايقين في الطريق وكده، عايزة اعرف هل هتعرفوا اسم البلد اللي انا فيها من المعالم دي. وانا حاطه الايموجي ده على مكان لو اصلا شلته هيبان قوي، وهيبقى مكتوب اسم البلد كمان، فعايزاكم كده تشغلوا الشطاره تعرفوا انا فين. متنسوش اللايك والكومنت والاشتراك لو مش مشتركه. انت كنت تتوقعي شباب زي سيادتك معفن كده، بس هدينا بنعمل فيزا
وهنا ديجا اتصاحبت على صاحبتها، حد جديد كده اول مرة تعرفه. بس هنا باي باي، هشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.